جمعتم الحمق إلى الفجور والعياذ بالله. نسأل الله أن يريح منكم هذه الأمة، والله العظيم أن يريح منكم، لا بتكفيركم وقتلكم كما تدعون وتدعون، وإنما بأن تجلسوا في بيوتكم. لا يمكن أن يكون أمثالكم مؤهلين ولائقين بأن يكلموا الجماهير. أنتم سممتم أرواح هذه الجماهير، زيفتم عقولها، والله العظيم استنزفتم وعيها، دمرتموها، أصبحت جماهير غير طبيعية يا إخواني. هذه الجماهير كما قلت لكم مستعدة أن تفتعل حربا أهلية من أجل مسألة فرعية، من أجل ختان النساء مثلا. يمكن أن تقوم حرب في بلد عادي، ممكن جدا. لو أرادت سلطة معينة، لو أرادت جهات شيطانية إبليسية معينة أن تفجر بلدا عربيا إسلاميا بسبب ختان البنات، قد تنجح. أنا أقول لكم قد تنجح. هذه مصيبة، هذه مصيبة حقيقية، هذه نكتة، لكن نكتة سوداء، كوميديا سوداء هذه. هذا لا يمكن ولا يصلح مبررا أيها الإخوة أن يعترك فيه اثنان حتى بالأيدي، مش حرب أهلية من أجل ختان البنات. أي العقلية هذه؟ لكن أنا أقول لكم هؤلاء يعلمون ويعلمون جيدا والله أن خدمة العقل وخدمة الوعي أيها الإخوة وخدمة النقد وخدمة الشك وخدمة التساؤل وإعادة النظر كلها تعمل على كشفهم أيها الإخوة وتعريتهم. إنها تتعارض على طول الخط مع مصالحهم ومصالح أسيادهم المتنفذين. لذلك يرتجفون ويرتعدون أيها الإخوة من أي خطاب كخطاب هذا، يشمون فيه رائحة العقلانية، رائحة التساؤل، رائحة العقل والعلم. على فكرة العقل عندهم، وهذا ليس كشفا لسر أيها الإخوة، العقل عندهم متهم ومدان. يقول لك عقلاني، يعني تهمة على فكرة، أنك تستخدم عقلك، هذه تهمة، وللأسف الجماهير تصدق. عقلاني، أعوذ بالله منه. وأنت ماذا؟ جهلاني؟ خرافاتي؟ سعيد بأنك جهلاني أنت؟ عقلاني يقول لك إيه؟ طبعا يفهمون الناس أنه في عقل ونص، كأن النص يعمل وحده بمعزل إيه؟ عن العقل أيها الإخوة. كأن العقل لا دور له في تصديق النص أولا والإيمان به، ثانيا في فهمه، ثالثا في تأويله، يعني فتح آفاق لمعاني متعددة للنص، اسمه التأويل. اسمه إيه؟ التأويل، مصطلح النص والظاهر أيها الإخوة. في عندنا نص قطع غير قابل للتأويل، وفي عندنا ظاهر، وفي عندنا نصوص كانت نصوصا ثم استبان أو بان ووضح بعد ذلك أنها ظواهر وليست نصوصا. أنت تعتد بها نصوصا وهي عند غيرك ماذا؟ مجرد ظواهر قابل للتأويل، قابل لقولين وثلاثة وأربعة فيها يا رجل. لا يتكلمونهم، لا يمكن أن تسمع منهم مثل هذه التأصيلات العلمية والعقلية للمسائل أبدا. كلام خرافي أيها الإخوة، وربط خرافي بين الموضوعات، ربط خرافي عجيب جدا.